المر أن يبلغهم رمضان. هو ذا رمضان قد أقبل، نحمد الله أن بلغنا إياه. رمضان قد أهل بالصيام وأطل، مفردا أهلا وصلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل، مفردا أهلا وصلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل، مفردا أهلا وصلا ليته في كل حين. ليته في كل حين. حافظين ذاكرين قانتين خاشعين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين. شهرنا صوم وقنوت فيه صدق، يومنا صبر ورزق بدموع البائسين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل، مصيدا أهلا وصلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل، مصيدا أهلا وصلا ليته في كل حين. ليته في كل حين. يا أخ الإسلام هيا لتمت قلبا سويا، واغتنم ما دمت حيا رمضان المحسنين. إذا بتصور لا تصورني. طيب خلص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شباب. بشركم بشارة. أقول لكم الأخذين فاتحة يا ضيف كريم ورحمة علينا هو رمضان. شباب ايش رايكم نسوي نبدا رمضان وانا بنضيع رمضان في السنه اللي راحت؟ نخلي جدول معتمد. اول شيء نخلي مده 30 يوم، وترى انتم خلاص كبار، كل في المركز رجال كبار يصومون رمضان من اول الى اخره، صح ولا لا؟ الجدول 3 كل الصلوات نصليها قريبا في اليوم نقرأ 3 أجزاء، يعني كل 10 أيام نختم القرآن. مفهوم؟ ترى رمضان شهر واحد في السنة، يعني ما أبغى أسمع منكم كثير ولا قليل، توكل على الله وشد حيلك والله يعينك. شباب رمضان ما له مسلسلات، لا 18 ولا باب الحرام ولا باب الحارة. أنا أبغى نزود حسناتنا مو نزود سيئاتنا. يا الله شوقت رمضان ودي رمضان اليوم قبل بكرة. الله أكبر. شباب أقول لكم كمان لازم نصلي صلاة التراويح كاملة بالمسجد. مفهوم؟ شباب تذكروا إن كان هذا السنة يدعون والله 6 أشهر عشان تجينا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. شباب أقول لكم مش هذيك الشيء اللي أنا مسكت حالتي تعبانة ما أدري شيء، خلينا نروح نسوي الشعب. السلام عليكم. أهربوا أتكلموا. أتكلم ليه يا أخي؟ ليه تحكي كذا؟ أتكلم بوضح الساعة ليه كذا ما في سلام ولا كلام ولا شيء؟ طيب بتكلم بعدين الساعة.
شباب يلا سلموا على بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم لعلكم تعلمون. إنه شهر الغفران، إنه شهر الغفران، إنه شهر الغفران، إنه شهر الغفران. أوله مغفرة الذنب، أوسطه الرحمة من الرب، آخره عتق يا صحبي، عتق من حر النيران. رمضان، رمضان شهر الإحسان، رمضان شهر الإحسان، شهر الصدقة والإيمان، شهر الصدقة والإيمان، شهر الصلاة والتوبة، شهر الغلبة والمحبة، شهر الزيارة للغربة، شهر مساعدة الغير، شهر المعروف والخير، شهر المعروف والخير، شهر الإحساس بالفقير، شهر الإحسان للفقير. وأسأل الله الكريم أن يجعل بسمتكم سعادة، وصمتكم عبادة، وخاتمتكم شهادة، ورزقكم فيه زيادة، وبكل حبة مطر، وبعدد من حج واعتمر. فأمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق تهانينا. وأخيرا، أحسن ما في الدنيا هو محبة الله، وأحسن ما في الآخرة هو رؤية الله، وأفضل الكتب كتاب الله، وأن يجمعنا بنبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. في رمضان تكفر السيئات، رمضان شهر الخير، رمضان تشف الشياطين، في رمضان تغلق أبواب النيران، رمضان شهر الإيمان، رمضان شهر الإحسان، في رمضان تفتح أبواب الجنة، رمضان شهر الغفران، في رمضان تضاعف الحسنات، رمضان شهر السندوسة البنت.
مثل ما سمعتوا يفضل في رمضان إلا 3 يوم مرات في السنة. إن كان يحاول يكتب كل ما يستطيع في رمضان. كمل أطلع هذا عن في رمضان في رمضان الصلاة ومن بعد إيه وكتبوا لنا نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الله جل وعلا، ثم إلى جميع من شاركنا في إنجاح في هذا المشهد. وأبشر الأخوة الطلاب بأن أساليب الدعوة متعددة، وأن هذا من أساليب الدعوة إلى الله جل وعلا إن صحت فيه النية. الحقيقة الطلاب كانوا مبدعين جدا، المشهد معبر ومؤثر إلى أبعد الحدود. أبشر الأخوة الطلاب بأن ثمرات هذا المشهد بدأت في أول لحظاته، فقد جاءني أحد المدرسين بعد نهاية المشهد تماما وأخبرني بأنه تأثر تأثرا عظيما حتى أن دمعته قد نزلت. فعندما سألته ما السبب يقول: يا أخي الفاضل، نظرت إلى المجموعة الأولى وهم في خير وفي ذكر وفي قرآن وفي تسبيح وفي تهليل وفي تلاوة، ونظرت إلى القسم الآخر وإذا هم يجسدون واقع كثير من حال كثير من أبنائنا الطلاب في رمضان خصوصا. بيني بينك باب الحارة طاش ما في تلاوة القرآن، ضياع في ضياع، يعني يمر عليهم الشهر بسهولة، يخسرون رمضان، شهر القرآن بسهولة، بهذه السهولة يخسرون شهر رمضان. فيقول: عندما اجتمعت هذه المشاعر وتصادمت في داخلي، فانطلقت دمعة صادقة وحرقة على أبنائنا الطلاب الذين يقضون رمضان فيما لا يرضي الله جل وعز. يعني رمضان أيها الإخوة شهر توبة وشهر بس، حتى اللي عنده معاصي وعنده ذنوب وعنده من الآثام ومن المصائب يستغل رمضان. الله جل وعلا جعل رمضان لمغفرة الذنوب. الإنسان يخسر رمضان، بل بعضهم والعياذ بالله يزيد ذنبا على ذنب في رمضان ويضاعف له الذنب. الناس: أيا صاحبي قد سار هذا الركب مسرعا ونحن قعود فما الذي أنت فاعله؟ أترضى أن تكون المخلف بعدهم طريق الأمان والهوى ينازعه؟ أوصي إخواني من الدرجة الأولى الذين قاموا بهذا المشهد أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يكونوا من القدوات لغيرهم، وأن يطبقوا المشهد الأول تماما في رمضان، ويضربوا بالمشهد الآخر عرض الحائط، ويدعوا غيرهم للمشهد الأول ويطبقونه في حياتهم، ويضربوا بالمشهد الآخر عرض الحائط والمقطع. وكما رأيتم أن الهم والغم والدرن والأوساخ القلبية تقطعت عند تقطيع هؤلاء الشجعان لهذه المظاهر السلبية في رمضان، لطاش مطاش واللي بيني وبينك، ووجدتم ورأيتم الفرح والسرور على قلوبهم وعلى قلوب جميع الطلاب الذين حضروا المركز. لذلك نحن ندعو جميع الطلاب خصوصا المشاركين في هذا المشهد أن يستمروا في هذا العطاء. وأعتذر في الحقيقة أيها الأخوة في نهاية هذا اللقاء للذين وعدتهم بجاريلو. الحقيقة وعد المؤمن دين عليه، وعد الحر دين عليه، والمؤمنون على شروطهم. لكن أيها الإخوة الأخوة الطلاب، أدركنا الوقت وأعتذر ثم أعتذر، ومن اعتذر فقد بإذن الله عند أصحاب القلوب الطيبة المباركة كأمثالكم يعذرون. ولكم مني وعد أيها الإخوة، في المركز القادم بإذن الله مي بواحد قالوا له بإذن الله تكون 3 قالوا له كل طالب منكم
وعد رجال بإذن الله إن أحيانا الله جل وعلا وإياكم العام القادم، وسيكون بإذن الله مشهد ومشهد ومشهد ومشهد، كلها دعوة إلى الله جل وعلا. وأدعو الإخوة بقيادة الأستاذ فيصل أن يعد من الآن للدعوة إلى الله جل وعلا بالمشهد، بالمنبر، بأي مكان يكون فيه. وأشكركم وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا ووطننا وأوطاننا، ويحمينا وإياكم من الأفكار الضالة المنحرفة، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أشكر جميع الطلاب الذين شاركوا في المركز، وأشكر جميع المدرسين، والشكر لكم، والسلام عليكم والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.